إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موعدنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع حديث كرره النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه مرارا، وكرره أيضا عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه مرارا، وهذا لأهمية هذا الحديث وعظمته. ودليل ذلك أنك تجد جزءا منه في صحيحي البخاري ومسلم، وجزءا في صحيح مسلم، ورواه مطولا الحاكم في المستدرك في 3 مواطن، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في موطن، وصححه الألباني والمنذري والحافظ ابن حجر والبصيري وغيرهم. ورواه الإمام الدارقطني في كتاب رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ورواه ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة، ورواه الإمام اللالكائي هبة الله الطبري في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ورواه هناد السري في الزهد، ورواه غيره أيضا من أهل العلم وأساطين الحديث بأسانيد متعددة، بعضها صحيح لذاته وباقيها صحيح لغيره. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان في مجلس يجمع الفاروق عمر رضي الله عنه، ومعهما كعب الأحبار أحد أحبار اليهود الذين أسلموا. فتحدث عبد الله رضي الله عنه، وهو الذي ملئ علما كما قال عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله عز وجل الناس جميعا يوم القيامة، يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء. وشخوص البصر هو أن يرفع الجفن إلى السماء فلا يطرح، لا يلتقي الجفن أبدا على العين، وذلك لشدة الخوف والفزع والهلع، تتقلب فيه القلوب والأبصار. 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ينزل الرب عز وجل، وقد تكلمنا عن ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مفصلا فلا نعيد. ثم ينزل الرب عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة من العرش إلى الكرسي. من العرش، من عرش الرحمن جل وعلا الذي وسع السماوات والأرض، بل هو أوسع من ذلك. عرش حقيقي ليس كناية عن الهيمنة والسيطرة والملك كما قالوا، بل هو عرش حقيقي له قوائم يمسك بقائمة منها موسى عليه السلام. عرش حقيقي تحمله ملائكة الرحمن جل وعلا. فينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة من على العرش إلى الكرسي، إلى كرسي فصل القضاء، فالذي يجلس عليه ربنا تبارك وتعالى، الذي يقعد عليه ربنا تبارك وتعالى. وهذه ألفاظ سلفية بالنسبة ليوم القيامة. أما بالنسبة للعرش فنقول على كما قال ربنا تبارك وتعالى وحسب، فهو كرسي الفصل بين العباد،
ليس هو عرش الرحمن تبارك وتعالى. فإذا جلس الله عز وجل على كرسي الفصل بين العباد وقد عم الكرب الناس حتى يلتهمهم العرق، يلتهم أن يأكل، يكاد العرق أن يقتل الناس جميعا في أرض المحشر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فينادي المناد حين ينزل ربنا عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا، أول ما يقرأ سمع الناس ينادي مناد فيقول: أيها الناس، فتشرئب الأعناق وتتطلع العيون إلى ذلك الصوت المنادي. في بعض الروايات التي في سندها كلام أن المنادي حينئذ هو الله عز وجل، فينادي مناد فيقول: أيها الناس، أليس عدلا من ربكم أن يولي كل إنسان منكم ما كان يعبد في الدنيا وما كان يتولى في الدنيا؟ أليس عدلا من الله عز وجل أن يكل كل عبد إلى من عبد وأن يكل كل إنسان إلى من تولى؟ فمن تولى الله ورسوله فإلى الله ورسوله، ومن تولى غير الله ورسوله فإلى غيرهم. أليس عدلا من ربكم أن يوكل كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا؟ فيقول الناس: نعم والله إنه لهو العدل، إذا عبدت شيئا ما طلبت منه الأجر في ذلك اليوم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فينادي مناد فيقول: ليلزم كل إنسان ما كان يعبد. فماذا كنت تعبد في الدنيا؟ ليلزم كل إنسان ما كان يعبد. يمثل لهم شيطان عيسى عليه السلام، ويمثل لهم عزير شيطان عزير، ويمثل لهم الشمس والقمر والحجر والشجر والعود والدواب والأوثان. هذه ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعبد من دون الله عز وجل عيسى عليه السلام وعزير عليه السلام والأحجار والأشجار والأعواد والدواب والأوثان. فمن قال مثلا أن القبر يعبد من دون الله فهو محق، فالوثن كل ما عبد من دون الله عز وجل يمثل لهم ذلك وأشباه ذلك، ويؤمر كل إنسان أن يتبع ما كان يعبد. فينطلق أناس إلى القمر، وأناس إلى الشمس، وأناس إلى الحجر، وأناس إلى الشجر، وأناس إلى العود، وأناس إلى الدواب التي كانوا يعبدونها من دون الله. ثم يتمثل الرب عز وجل فيلقى اليهود فيسألهم: من كنتم تعبدون؟ يا معشر يهود، زعمتم في الدنيا أنكم تعبدون الله عز وجل وأنكم على دين موسى عليه السلام وأنكم موحدون، فماذا كنتم تعبدون؟ هنالك لا كذب ولا مفر. يقولون: كنا نعبد عزيرا. قالوا: عزير ابن الله، فعبدوه من دون الله عز وجل. قالوا: كنا نعبد عزيرا. فيقول الله عز وجل لهم ولا يعرفونه: أيسركم الماء؟ في هذا اليوم التي تكاد الأعناق أن تنقطع من العطش ويكاد الناس أن يهلكوا من شدة حر الشمس ووهج النار، أيسركم الماء؟ فيقولون: بلى. فيقال لهم: انطلقوا إلى الماء. فينطلقون فإذا هو سراب يرونه ماء وليس بماء وإنما هو جهنم، وعرضنا جهنم للكافرين عرضا. عرضت لهم، صارت أمامهم. انطلقوا إلى هذا الماء فإذا هو سراب، والجزاء من جنس العمل. كما زعموا أنهم في الدنيا مع أهل التوحيد وأنهم عابدون لله عز وجل يمثل لهم الماء هنالك، ولما كان توحيدهم سراب وعبادتهم هباء كان ذلك الماء ليس بماء وإنما هو سراب، فينطلقون يتقحمون في النار. ثم يلقى ربنا عز وجل النصارى فيسألهم: من كنتم تعبدون؟ زعموا أنهم يعبدون الله وزعموا أن ديارهم معابد يعبد فيها الرب عز وجل، وقد كذبوا والله. من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح. وحينئذ
يتبرأ المسيح عليه السلام منهم كما في هذا الحديث: يتبعون آلهتهم فتفر منهم آلهتهم. تلك الآلهة التي عبدت من دون الله تفر منهم وتهرب منهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تقول تلك الآلهة الباطلة تقول: والله ما كنا نعلم عنهم شيئا، كما تقول الملائكة: تبرأنا إليه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يتبرأ عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي ذلك وما قلت ذلك، أتبرأ منهم أبرأ إلى الله عز وجل. كنتم تعبدون المسيح؟ يقولون: بلى. فيقول الله عز وجل لهم: أيسركم الماء؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: انطلقوا إلى الماء. فينظرون فيرونه ماء وإذا هو شراب، فيتقحمون في النار في بعض الروايات الثابتة فتسوقهم آلهتهم إلى النار. وعيسى عليه السلام ليس كذلك، بل يمثل شيطان عيسى. وعزير عليه السلام ليس كذلك، بل يمثل شيطان عزير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإن الشياطين لتسوقهم. إذن الذين عبدوا من دون الله من الأحجار والأشجار والأبقار ومن الملائكة ومن عيسى عليه السلام وعزير عليه السلام، أما من كان سالما من كل شبهة كالملائكة والنبيين فتسوقهم الشياطين. وأما ما عبد من دون الله من الأحجار والأشجار فتكون هي التي تسوق أولئك الناس إلى النار عياذا بالله، وتكور الشمس والقمر ويجعلان ثوران عقيران في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يبقى أهل الإسلام، ثم يبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيأتيهم الرب عز وجل فيقول لهم: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ ما لكم لا تذهبون إلى ما كنتم تعبدون كما فعل الناس؟ فيقولون: إنا ننتظر ربنا، إنا ننتظر إلهنا، لم نرى ربنا بعد. فيقال لهم: ومن كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. فيقال: وهل تعرفون ربكم؟ يقول الرب عز وجل لهم: وهل تعرفون ربكم؟ يقولون: بلى. إذا عرفنا ربنا عز وجل عرفناه، إذا ظهر لنا بصورته عرفناه. فيقال لهم، فيقول الله عز وجل لهم: وهل بينكم وبينه علامة؟ بما تعرفون ربكم؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإلى كل من لا يؤمن بصفة الساق الثابتة لله عز وجل في كتاب الله تبارك وتعالى وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يعرف هذه العلامة ولا يؤمن بهذه العلامة لا يكون أهلا لهذه الكرامة. يقولون: بلى، علامة ربنا أن يكشف لنا عن ساقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعلمت لماذا ذكر العلماء هذا الحديث في كتب الاعتقاد؟ لإثبات صفة الساق للرب عز وجل. يوم يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه، فحينئذ في هذه اللحظة يكشف ربنا عز وجل عن ساقه، وليست الساق بأعجب من الوجه ولا بأعجب من اليدين ولا بأعجب من القدم. صفات ربنا تبارك وتعالى حق نؤمن بها كما أمرنا الله وكما أمرنا رسول الله، على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جادة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة: ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بها. فحينئذ يكشف ربنا عز وجل عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، يسجد كل صادق، كل محب، كل أواب، كل تواب، كل عابد، كل زاهد، كل راكع، كل ساجد، كل مخلص لله عز وجل. يسجد كل مؤمن ومؤمنة بين يدي الله تبارك وتعالى ويخشى
وإذا بالمنافقين يريدون السجود فلا يستطيعون، إذا ظهورهم كصياصي البقر طبقا واحدا فيها كأن فيها السفافيف. السفود هو السيخ الذي توضع فيه الدابة لتشوى، وهذا سيخ متين لا يكسر ولا يلتني، كأن في ظهورهم ليس سفودا واحدة بل كأن فيها السفافيف، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيرفعون رؤوسهم يقولون ربنا ربنا، فيقول الله عز وجل لهم قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون. يا من أعرضتم عن السجود بين يدي الله عز وجل، يا من أعرضتم عن السجود بين يدي الله في بيوت الله تبارك وتعالى، هنالك لا يسجد إلا المؤمنون، لا يسجد إلا الموحدون. وإن اندمج المنافقون في وسط هذه الأمة في الدنيا وعاملهم الله عز وجل بجنس عملهم فتركهم بين المؤمنين في أرض المحشر ولا ينطلقون إلى النار مع الكافرين، أظهروا الإسلام يمكرون ويمكر الله، فأظهر الله عز وجل لهم أنهم مع المسلمين حتى جاءت هذه اللحظة فانكشف كل مستور. هنالك تبلى السرائر، هنالك تحتضر الصدور، هنالك لا كذب لا غش لا خداع لا نفاق، كل يظهر على حقيقته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا فيقول لهم إنكم كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون، ثم يأمرهم الله عز وجل فيقول لهم ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم ويعطون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من نوره كالجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من نوره دون ذلك أصغر من ذلك، ومنهم من نوره كالنخلة بين يديه وعن يمينه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، منهم من يعطى نوره كقدر النخلة عن يمينه وبين يديه، ومنهم من يعطى أدنى من ذلك، ومنهم حتى يكون آخرهم من يعطى نوره على قدر إبهامه، على قدر أصبع، يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قام وإذا طفئ قعد، لم يستطع القيام. حينئذ يقول المنافقون، هذا كله لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يقول المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم تلتمسوا نورا. من أين يلتمسون النور إن رجعوا؟ من أين يلتمس المؤمن الآن النور في هذه الدنيا حتى لا يقال له يوم القيامة ارجع إلى الدنيا فالتمس النور؟ ما هو الطريق إلى النور؟ لما ذكر ربنا عز وجل آية النور، الله نور السماوات والأرض، ذكر بعدها مصدر هذا النور. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه ذلك مثل نور الله عز وجل في قلب المؤمن، وبحسب هذا النور في القلب يكون النور يوم القيامة. في الآية التي تليها ذكر الله عز وجل مصدر النور فقال في بيوت أذن الله أن ترفع. مصدر النور هو بيوت الله تبارك وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح والنسائي بسند حسن: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بنور ساطع، نور مبهج ينير بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. ها هنا تأخذ النور يا عبد الله. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المسجد في صلاة الفجر، والحديث في صحيح مسلم، يسأل ربه عز وجل فيقول: اللهم أعطني نورا واجعلني نورا واجعل عن يميني نورا وعن يساري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعلني نورا واعطني نورا. فمن أين تأتي بالنور؟ من بيوت الله عز وجل. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: صلي ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبر، فالصلاة نور، والصبر ضياء نور، والصوم من الصبر، والصدقة برهان ضياء أيضا وحجة لك يوم القيامة. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور. أعاذنا الله عز وجل وإياكم من هذا السور.
فينادي المنافقون على المؤمنين ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية من المنافقين والنفاق. بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم. بعد أن سرت في الطريق إلى الله نكصت على أعقابك. انظر الآن في هذا الشهر الكريم، في أول الشهر تجد كثير من المسلمين يسارعون إلى بيوت الله. ألم نكن معكم في أول رمضان؟ بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم فنكصتم على أعقابكم بعد أول أسبوع من رمضان. فكيف حينئذ ترجون النور؟ فتنتم أنفسكم وارتبتم وتربصتم وغرتكم الأماني، غرتكم التجارة، غرتكم الدنيا، وغركم بالله الغرور. حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيتبعون الرب عز وجل بين أيديهم، ينطلقون خلف ربهم تبارك وتعالى. ألم تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ فهذه الأمة المعظمة المكرمة تتبع ربها تبارك وتعالى، فينطلق بهم ربنا عز وجل ثم يقول لهم مروا على الصراط، فيمرون فيكون أسرعهم مرورا أفضلهم عملا، فمنهم من يمر والصراط معروف كحد السيف على مد جهنم، جسر ضحض مذلة أقدام، عليه الخطاطيف والكلاليب والشوك كشوك السعدان، وعليه الأمانة والرحم. الكلوب الواحد يأخذ من هذه الأمة مثل قبيلتي ربيعة ومضر كما قال سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فيمرون، فأما أحدهم فيمر كالبرق ثم كالصرف ثم كالكوكب ينقض ثم كأسرع الخيل ثم كأجود الإبل، حتى قال صلى الله عليه وسلم: حتى يمر أحدهم سريعا يرمر رملة، ثم يمر الرجل يمشي على قدميه حتى يؤتى بآخر رجل الذي ضوءه على قدر إبهامه، فيؤتى به ليمر على الصراط. فكيف يمر؟ وتخيل الآن أنك جالس على الصراط وتحتك النار، والصراط ملتهب من وهج النار، والنار قد تخدش وتلسع وتنهش أولئك الذين يمرون على الصراط، والخطاطيف والكلاليب تخطف الإنسان من ظهره، من يده، من عينه، من وجهه، من رجله، وإذا بهذا الرجل يمر من على الصراط. يقول صلى الله عليه وسلم: يحبو على وجهه وعلى يديه وعلى قدميه وعلى ركبتيه، ويتلبط على بطنه، يتقلب ظهرا لبطن على النار، والنار تلهشه وتخدشه وتلسعه. يقول صلى الله عليه وسلم: وتضرب النار جوانبه، وفي رواية: وتأخذ النار بشعره وجلده حتى يظن أنه ليس بخارج. هو ما سقط في النار بعد، ولكن من شدة ما يرى من العذاب يظن أنه ليس بخارج. كل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وإذا بهذا الرجل وهو يزحف على وجهه ليعبر من على هذا الصراط الدقيق الشديد، يخر يسقط فيتعلق بيده، والصراط أحد من الموس وأدق من الشعر، يتعلق بيده، ولو ترك يده لهوى في النار 70 خريفا، فلا يزال معلقا حتى يصعد مرة أخرى، فيخر مرة أخرى فيتعلق بقدمه، ولا يزال كذلك يناوش أهوال النار وكلاليب النار وخطاطيف النار حتى يعبر من على الصراط. فإذا عبر نظر إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك. كثر خيره وكثرت بركته وعظمت عظمته. تبارك الذي نجاني منك. الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين. لا يرى أن أحدا نجا سواه، يظن أنه أفضل خلق الله حينئذ. أعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين إذ نجاني منك بعد أن رأيتك. فإذا به وهو على هذا الحال يرفع ربنا عز وجل له شجرة فينظر إليها وقد سعد
سعيد بنعمة الله عليه أن نجاه من النار، فإذا هو يرى شيئا لا صبر له عليه لم يرى مثله قط. يقول صلى الله عليه وسلم: ولم يرها أحد من البشر فيدركها. لا تخطر على قلب بشر فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة كي أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: عبدي أإذا أعطيتك ذلك لا تسألني غيرها؟ يقول: بلى وعزتك يا رب لا أسألك غيرها. وأي شيء أحسن من ذلك؟ وهل هناك ما هو أمتع وأجمل من ذلك؟ فيأخذ الله عز وجل عليه المواثيق. في رواية الطبراني: فيفتح له باب، بدلا من كلمة شجرة فيفتح له باب فيرى منزلا كأحسن المنازل لم يرى مثله قط ولم يخطر على باله مثله قط. فيقول: يا رب أدخلني من هذا الباب. فيقول الله عز وجل: عبدي ألم أنجيك من النار؟ ألم أعبر بك على الصراط؟ ألم أفعل بك كذا وكذا وكذا؟ فيقول: يا رب أدخلني من هذا الباب لا أراها حتى لا أرى جهنم ولا أسمع حديثها. فيدخله الرب عز وجل من هذا الباب بعد أن يأخذ عليه المواثيق فيستظل بظل الشجرة ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة أخرى فيطلب من ربه عز وجل أن يقدمه إليها فيفعل كالمرة الأولى ويأخذ عليه المواثيق ثم ينقله إليها، ثم إلى الثالثة كذلك حتى يؤتى به على باب الجنة فيغمس في غدير على باب الجنة يأكل منه ويشرب ويغتسل، فيعود إليه ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة فينظر من خلل الباب، خلل أي قروم الباب، فيرى في الجنة ما لا صبر عليه قط فيسكت. فيقول ربه عز وجل: عبدي ما لك لا تسأل؟ ما لهذا العبد يقف مبهوتا متحيرا لا يحل كلاما؟ فيقول: يا رب لقد سألتك حتى استحييت ولقد أقسمت حتى خشيت نقصك، أي سألتك أن تنقلني من مكان إلى مكان فنقلتني وأنعمت علي فاستحييت أن أطلب منك أكثر من ذلك. يا ربي قد أقسمت لك بعزتك أني لا أعود أكثر من مرة حتى خشيت المقت والغضب. فيقول الله عز وجل: عبدي انطلق فادخل الجنة. فينطلق العبد في الجنة يرمل يجري جريا سريعا فيدخل فينظر فإذا هي ملأى يراها ملأى ليس له مكان، فيعود إلى رب العزة جل وعلا يقول: ربي وجدتها ملأى لم أجد لي فيها مكانا، ليس لي فيها موضع قدم، لم أعمل عملا أستحق به هذه المنزلة العالية الرفيعة، ربي وجدتها ملأى. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم اذهب فادخل الجنة. فيدخلها فيجدها ملأى فيعود إلى ربه عز وجل: يا ربي وجدتها ملأى. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم تمنى ما تشاء، اطلب ما تريد. فيتمنى العبد ويعطيه الرب عز وجل ويلقنه ربنا تبارك وتعالى حتى إذا انقطعت أمانيه، في بعض الروايات 3 أيام يتمنى، حتى إذا انقطعت أمانيه قال ربنا عز وجل: عبدي أترضى أن يكون لك هذا ومثل الدنيا منذ أن خلقتها إلى أن أثنيتها و10 أمثاله؟ مثل الدنيا منذ أن خلقها الله عز وجل إلى أن أثناها و10 أمثاله. فيقول العبد: يا رب أتستهزئ بي وأنت الملك؟ أنا العبد العاجز الفقير لا قوة لي ولا غنى بي إلا بك، أتستهزئ بي وأنت الملك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فضحك الرب عز وجل وقال: عبدي بلى إني على ما أشاء قادر، إني على كل شيء قدير، فسلني أعطك إني قادر على ذلك. حينئذ قال طاووس وفي رواية قال مسروق الراوي عن ابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن كلما حدثتنا بهذا الحديث حدثتنا به مرارا حتى إذا وصلت إلى هذا المكان ضحكت. قال: وما لي لا أفعل وقد سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، كلما جاء إلى هذا المكان ضحك وأخبرنا أن الرب عز وجل يضحك، فإلى من ينكرون ضحك الرب عز وجل؟ إن من ضحك الله عز وجل إليه لا حساب
عليه ولا أحزاب. أعرابي في قلب البادية سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا تبارك وتعالى يضحك، فقال: لا نعدم من رب يضحك خيرا ما دام يضحك، فهو سبحانه وتعالى صاحب الخير والكرم والجود. فضحك صلى الله عليه وآله وسلم، وانطلق هذا العبد فدخل الجنة. فلما دخل الجنة إذا به يتراءى له شيء منير فيسجد بين يديه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فإذا دخل هذا العبد الجنة إذا به يرى قصرا منيرا من درة مجوفة، فإذا تراءى له القصر سجد العبد عند القصر، فقيل له: ما لك؟ قم. قال: رأيت ربي عز وجل. قالوا: سبحان الله، بل هذا قصر من قصوره. فيقوم فينطلق، فإذا به يأتيه رجل يتمثل له رجل، فينظر العبد إليه فيهم بالسجود بين يديه، فيقال له: ارفع رأسك، ماذا تفعل؟ يقول: تراءى لي ربي تبارك وتعالى. فيقال له: لا، إنما هذا خازن من خزانك، عبد من عبيدك، قهرمان من قهرماناتك، أي عبد وخازن لك. فيأتيه هذا العبد فيقول: إنما أنا عبد من عبيدك وخازن من خزانك، تحت يدي 1000 قهرمان مثلي في هذا القصر. فيأخذ بيده فينطلق به إلى القصر، فيفتح له الباب لم يفتح لأحد قبله، فيدخل، فإذا قصر من درة مجوفة خضراء وحمراء، فيه جواهر، فيه 70 جوهرة، في كل جوهرة، الحديث صحيح، في كل جوهرة 60 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة، وكل جوهرة تفضي إلى أختها، ليست بمثلها في الحسن والوصف والجمال. فإذا دخل أيها شاء وجد فيها من الحور العين والوصائف والسرر والياقوت والمرجان والغلمان ما الله عز وجل به عليم، أدناهن العينان. أدنى هذه الحورات العينان. ما هي العينان؟ في الزهد لهناد بسند حسن عن أبي بكر بن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه غزا في إحدى الغزوات، فلما عاد إلى أبيه قال أبوه: حدثني بأعجب ما رأيت. قال: يا أبتاه، بينما نحن في قائم الظهيرة عند صلاة الظهر، وإذا برجل منا نائم وهو يصرخ في نومه ويقول: وأهلاه وأهلاه ومرحباه ولهفاه. فأيقظناه فقام فصلى، فسألناه فقال: رسالة إلى الشباب، فقال: إني قد عاهدت ربي عز وجل على أن يزوجني من الحور العين، وأمهرته ذلك قياما بالليل وخروجا في سبيل الله. فلما طال علي المقام وتعددت الأيام ومرت الشهور، إذا بي في هذا اليوم قلت في نفسي: إن ردني الله عز وجل سالما لأتزوجن. فبينما أنا نائم إذ جاءتني حوراء فقالت لي: انطلق انطلق. قلت: إلى أين؟ قالت: إلى العينان. فانطلقت ففتح لي بستان لم أرى مثله قط، وإذا فيه 10 جوار كأحسن ما أنت رائع. قلت: في كل العيناء؟ قلنا: لا، نحن من وصيفاتها وخدامها وهي أمامك. فانطلقت فدخلت بستانا هو أجمل من الأول، ورأيت فيه 20 حورية. فقلت: في كل العيناء؟ قلنا: لا، إنما نحن من خدامها أمامك. فانطلقت إلى بستان ثالث فقلت: في كل العيناء؟ قلنا: لا. فانطلقت فدخلت في قصر من درة مجوفة، أبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، أي من هذه الدرة نفسها. فدخلت فإذا أنا بحوراء لا أستطيع أن أصف حسنها، فقلت: أنت العيناء؟ قالت: نعم يا ولي الله، إن ربي عز وجل قد أنشأني لك منذ 500 عام.
أفلا تصبر علي أياما وأيام؟ يا عبد الله يا ولي الله إني قد خلقت لك أنشئت لك. فيمد يده إليها فتقول ليس بعد، ما زالت فيك الروح ولكن تفطر عندنا الليلة. قال أبو بكر فنظرت فإذا الشمس تغرب والشاب يقتل شهيدا في سبيل الله، أدناهن هذه العينان. فيدخل الرجل فيقال له بعد ذلك حينما يلتفت عن زوجته عن الحور العين تقول له والله لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا 70 ضعفا. فيقول وأنتن والله كذلك. فينطلق يقال له أشرف فينطلق فينظر إلى ملكه مسيرة 100 عام ينفذه بصره. قال عمر ما هي ابن مسعود يا كعب الأحبار، ألا ترى ما يحدثنا عبد الله؟ ألا ترى ما يقول لنا؟ هذا لأدنى أهل الجنة، فماذا أعد الله عز وجل لأعلاه؟ فقال كعب يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل كان عرشه على الماء فخلق دارا بيده، خلق أشجارها بيده، غرس كرامتهم بيده، خلق الحور بيده، أجرى الأنهار بيده، جعل فيها ما فيها بيده تبارك وتعالى. اتخذ لنفسه دارا جل وعلا فخلق فيها ما شاء من الأطعمة والأشربة والحور العين، ثم أطبق عليها فلم يرها جبريل ولا غيره، لم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يا أمير المؤمنين أولئك أهل عليون، إذا خرج أحدهم يوما يمشي في ملكه أضاء لنور وجهه كل خيمة في الجنة. فيقال واها لهذه الريح، هذه ريح رجل من عليين قد خرج يسير في ملكه ويأتيهم من ريحه ومن نوره. قال عمر يا كعب إن القلوب قد استرسلت فاقبضها، القلوب قد طمعت فاقبضها. موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل عن هذا، عن أعلى أهل الجنة، فقال ربنا عز وجل له يا موسى أولئك الذين أردت، أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي ثم أطبقت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ثم تلا سيد البشر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فعليون لمن؟ لقوام الليل الذي استثقلناه وطال علينا إلا من رحم الله عز وجل. يا كعب إن القلوب قد استرسلت فألجمها. فقال كعب يا أمير المؤمنين والله إن لجهنم لزفرة إذا زفرتها لم يبقى نبي مقرب إلا وخر على ركبتيه من شدة الفزع، حتى أن الخليل إبراهيم عليه السلام يقول نفسي نفسي ولو كان لك عمل 70 نبيا على عملك ما ظننت أن تنجو. لذلك كان عمر رضي الله عنه يخشى على نفسه ألا ينجو، يقول يا ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. ليت أم عمر لم تلد عمر. عباد الله إن نعيم الله عز وجل للصائمين القائمين لا يخطر على بال. وأختم بكلمة سريعة خشية الإطالة عليكم. في مسند الشافعي بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح واسع من مسك فيه جبال الكافور وأودية المسك وكثبان المسك وفيه كراسي من نور ومنابر من نور. ثم يؤذن لأهل الجنة فينطلقون فيجلس الأنبياء على المنابر من نور ويجلس الشهداء على كراسي من نور ويجلس أهل الغرف على كراسي من ذهب وزبرجد ويجلس أهل الجنة على كثبان المسك والكافور ليس فيهم دنيء. فيجلسون يجالسون من؟ يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم، يجالسون ملائكة الرحمن جل وعلا، أهل الجنة جميعا يجتمعون ويجالسون
ينزل رب العالمين جل وعلا على كرسيه فيجالسهم ويحاورهم ويكلمهم، يقول لعبد من عباده: عبدي أتذكر يوم كذا وكذا، يوم فعلت كذا وكذا، أتذكر غدرة كذا وفجرة كذا وذنب كذا؟ فيقول العبد: يا رب ألم تغفر لي؟ ألم تعفو عني؟ فيقول الله عز وجل: عبدي بمغفرة بلغت منزلتك هذه. فيحدثهم الله عز وجل، لا يحدث أحدا دون أحد، إنما يحدث المؤمنين الصادقين الخاشعين بين يديه تبارك وتعالى، ثم يقول لهم: سلوني عبادي، سلوني، اليوم يوم المزيد ولدي مزيد، فسلوني أعطكم. فيقولون: ربنا وماذا نسألون؟ ألم تغفر لنا الذنوب؟ ألم تستر منا العيوب؟ ألم تضع عنا الآثام؟ ألم تنجنا من أهوال القبور؟ ألم تنجنا من أهوال الحشر والنشور؟ ألم تمر بنا على الصراط؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تمر بنا إلى الجنة؟ ألم تنعمنا بالجلوس بين يديك؟ فماذا نسألك ربنا؟ فيقول الله عز وجل: عبادي سلوني، اليوم يوم المزيد. فيقولون: ربنا وما نسألك؟ ثم يقولون في صوت رجل واحد: نسألك رضوانك ربنا، نسألك رضوانك ربنا. فيقول الله عز وجل: عبادي برضواني غفرت لكم الذنوب، برضواني سترت لكم العيوب، برضواني نجيتكم من القبور، برضواني نجيتكم يوم الحشر والنشور، برضواني نجيتكم من الأهوال، برضواني ثقلت لكم الميزان، برضواني عبرتم على الصراط، برضواني فتحت لكم الجنان، برضواني دخلتم الجنة، برضواني بلغتم منزلتكم هذه، برضواني جلستم بين يدي عبادي سلوني. فيقولون: ربنا نسألك رضاك. فيكشف الله عز وجل الحجاب، فلا يعطون شيئا أفضل ولا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن مكاني وإياكم بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.